العلاقة اللي ظاهرة النهاردة علاقة فيها زواج أو خطوبة، ترسيم رسمي كانت ماشية وكانت الأمور كويسة جدا معاكم لحد ما ابتدى الشريك يعمل حاجات غير إرادته. تفكير في شخص تالت دخل بوظ العلاقة أو ساب أو حصل انفصال وطلاق للبعض منكم. الطاقة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة هو شريك في حياة، مش بس طاقة إعجاب أو طاقة مش ترسيم. دي طاقة وصلت لجواز أو خطوبة أو تحضيرات لبيت بينكم، وللأسف بعد ما دخل الطرف الثالث وسحب الشريك بأسحار أو أعمال، ابتدى الشريك يبص على الطرف التالت وينساكي أو يطلع من الطاقة بتاعتك. لو لسه بتسمعيني ما تنسيش المتابعة والشير وركزي معايا في القراية دي. القراية بتقول ان في هنا طرف كان بيدي حب وبيدي اخلاص جدا للعلاقة، لكن للأسف مرة واحدة ابتدى يظهر منه سلوك غير المعتاد بينكم. الشخص ده كان بينك وبينه مودة، وكان بينك وما بينه تفكير، ويمكن كنتوا بتفهموا بعض وقصة حب قوية جدا، والبعض منكم ده كان زوج وحاليا هو مع الشخص التالت. ممكن يكون علاقة زواج كمان تمت مع الطرف التالت، لان هو هنا بيبص على الطرف التالت ومش عارف يتخلص من طاقة السحر او من طاقة الاعمال اللي معمولة ليه. في هنا طاقة بتقول ان رغم كده الشريك ساعات بيحب ان هو يشوف صورك او بيحب ان هو يتطلع على موقفك، حياتك ماشية ازاي، دنيتك ماشية ازاي. لكن الاهم من هنا ان هو تحت تأثير سحر او عمل معمول ليه، فما بيقدرش يطلع من طاقة الشريك التالت اللي دخلت بوظت العلاقة بكل ما فيها. اللي ظاهر عندي في الطاقة اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة، وهي طاقة شريك كان زوج او مخطوبين او بتحضروا لحاجة رسمي جدا. اللي ظاهر عندي في الطاقة ان الشريك دوت محتاج دفعة قوية علشان يتخلص من طاقة السحر او من الطاقة اللي غاضية عليه مخلياه ان هو ما يعرفش يطلع من او يسيب الطرف الثالث. النهاردة هتقولي أبطل كل السحر معمول بيني وما بين اسم الشريك، وهتذكري اسم الشريك وهتبتدي تخش في طاقة مفعلة بطاقة إبطال سحر بينك وما بين الشريك ده ورجوعه تاني ليكي.